دي قطة وده بني آدم وده كلب. الإنسان أو البني آدم ده المحتوى الأساسي بتاعه هو القطط والكلاب، بس النهاردة هيحاول يساعد البني آدمين. اللي بيسمع الفيديو ده وعنده وظيفة فاضية محتاج حد يملاها، نفسك حد يساعدك في شغلك أيا كان نوع الوظيفة اللي انت طالبها، اكتب كومنت قول لنا انت عايز حد يساعدك في ايه، سواء بقى أعمال يدوية، صنايعية، خياطة، ناس تشتغل في الصيدلية، بنزينة، كل أنواع الشغل. اكتب والناس المهتمة هترد عليك في الكومنت وتواصلوا مع بعض ونبقى وصلنا الناس ببعض وعملنا خير للبني آدمين. وشكرا للشخص اللي قال لي اعمل حاجة للبني آدمين وكفاية تتكلم عن الحيوانات. اتمنى من خلال الفيديو ده ان انا اكون وسيط، اني افتح ابواب رزق الناس محتاجة شغل. ما تنسوش تكتبوا محافظاتكم، المحافظة، الوظيفة، الشخص اللي انت عايزه ده مواصفاته ايه. يا ريت اللي يعمل عندي كومنت تاني يبقى بشكل ايجابي، يعني بلاش كفاية بقى والبني ادمين او لو الكلام ده، عشان في ناس كتير قوي بتعمل محتوى على السوشيال ميديا عن البني ادمين، وانا المحتوى بتاعي عن الحيوانات، واكيد مش هبطل المحتوى ده، بس مفيش مشكلة ان احنا نعمل حاجة للبني ادمين برضه. احنا كده كده قلبنا يساعد الاتنين، يعني احنا بشر لحم ودم وبنحس. الشخص اللي بيحس بالحيوان اكيد بيحس بالبني ادم، هي كلها مشاعر. الفكرة كلها في الاحساس، انا حاسس بيك ولا لا. انا حاسس بالحيوان عشان عارف اخره ايه وبدايته ايه، عارف بالظبط امكانياته ويقدر على ايه، يعني عارف احتياجاته البسيطة، اكل ومأمن وخلاص وحتة ينام فيها. انما البني ادم انا ما شايفك ممكن تبقى لابس مقطع عشان انت بخيل مثلا، مش عايز تجيب لنفسك هدوم، ما اعرفش انت غلبان، انت محتاج. انت لو سألت انا ممكن لو قادر اساعدك هساعد. فطلبات الحيوانات مش كتير، انما طلبات البني ادمين مسؤولية كبيرة قوي قوي قوي، مش اي حد يقدر عليها.